قضية أوفيسيال ولا قضية المرأة المنقبة؟ مرحبا بك في قناتي، واسمني كاتي وهذه هي الحكاية تاع اليوم. صرات المرأة جزائرية في العلمة ولاية سطيف، وين كانت قاعدة هاد السيدة قدام الحديقة اللي مقبلة لابيسين تستنى في وليدها يخرج وتقرأ في القرآن وتراجع الترجمات تاع الكلمات اللي ماشي فهمتهم بحكم كانت مغتربة وما تعرفش مليح اللغة العربية. المصحف اللي كانت تقرأ فيه مكتوب باللاتينية تانيت، وكانت رافدة أجندة تكتب فيها الترجمات. هاد السيدة ما فهمت والو حتى لقات مجموعة من الناس دايرين بيها وبداو يعيطوا عليها ويقولوا سحارة سحارة. نحاولها المصحف وتهجم عليها واحد نحالها نقابها وما عرفتش حتى تدافع على روحها على خاطر ما خلاوهاش حتى تهدر، وبقات تقول رجعوا لي نقابي رجعوا لي نقابي. وبداو يشوفوا واش مكتوب في الاجنده تاعها، لقاو مجموعه من الارقام تاع الايات والصفحات مي بصح ما فهموهمش، حسبت لهم طلاسم. سقسا واحد في المجموعه هذيك اسكو اوفيسيال هادو طلاسم، خسر فيهم وقال لهم اوفيسيال هادو طلاسم. بولعيا اوفيسيال يدير السعود. المرأة مسكينة بقات مخلوعة ومصدومة ومسمرة في بلاصتها. واش هاد المصيبة اللي طاحت عليها؟ جا الأمن اللي بعد تحقيقات خلى المرأة تروح لدارها. فيديوهات الحادثة انتشرت بسرعة في وسائل التواصل الاجتماعي، وبزاف صفحات بلا ما تتقصى تهموها بالشعوذة، مي بصح الحقيقة ما طولتش وبانت، والقضية ولات حديث السوشيال ميديا. وهاد المرأة قررت تقدم شكوى تشهير وترويج أخبار كاذبة. الشرطة حكمت المتورطين في هذا الفعل اللي عطاو روحهم حق ماشي من صلاحياتهم، وكان ممكن تتطور الأحداث بما لا يحمد عقباه. واللي يخلع ويحير كاين واحد سولت له نفسه يخرج ويقول باللي عندهم الحق واش داروا، وباللي الناس تعاطفت مع المرأة برك على خاطر كانت مغتربة، والرأي العام بطبيعة الحال ما عجبتوش هاد الهضرة. مور التحقيقات عرضوا المتهمين 7 للقاضي، اللي 6 منهم قالوا باللي كي شافوا الكتيبة بالفرنسي حسبت لهم تدنيس للمصحف، وباللي الغيرة تاعهم على الدين هي اللي خلتهم يديروا هكذا. الدفاع تاعهم اعتمد بزاف على هذه النقطة باش يبين باللي نيتهم كانت حسنة. القضاء حكم عليهم 18 شهر نافذة وغرامة 20 مليون. أما المتهم السابع اللي كان متهم بنشر خطاب كراهية حكموا عليه 2 عام حبس وغرامة 30 مليون. وبهذا تكون كملت قضية المرأة المنقبة اللي قريب ولات كارثة على جال كلمة أوفيسيال، وعلى جال نقص الثقافة القانونية لبعض الناس اللي نصبوا محاكم تفتيش من راسهم بسبب الوسواس تاعهم وانقيادهم وراء الهوس بالسحر والشعوذة. إذا عجبتك الحكاية ما تنساش تدعمني بلايك وتعليق، وباش يوصلوك القصص الجايين أبوني في القناة وفعل الجرس.